السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من قناة الشيف عبد الحق. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أقدم لكم وصفة الكالامار مقلي، كيجي غزال 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 بزاف. كي كتلاحظوا معنا نشوفوا التقرميشة، كتلاحظوا كيجي بحال هكا، كيجي غزال بحال المطاعم الكبرى الشعبية ولا الغالية، كلهم كيديروا بحال هكا كيجي غزال. إذا خليكم معنا باش تشاهدوا الوصفة. إذا مشاهدينا الكرام، بالنسبة للمقادير ديال الوصفة غادي نحتاجوا واحد 200 غرام ديال الدقيق، كتلاحظوا معنا على هذه الطريقة. ونحتاجوا واحد 100 غرام ديال لا شابلوغ. عندنا هنايا واحد 250 غرام ديال الكالامار، كتلاحظوا معنا حنا غسلناه. هنايا عندنا جوج بيضات. وبالنسبه للعطريه عندنا هنا ملعقه صغيره كامله من الفلفل الاحمر، واحد شويه ديال سكينجبير ما يعادل نصف ملعقه صغيره، ربع ملعقه صغيره من الابزار، ربع ملعقه صغيره من الملح، كنزيدوها واحد شويه، واحد جوج تويمات محكوكين. وهنا غنحتاجو واحد شويه ديال الزيت فين غادي نقليو. اذا مباشره غنوضعها فوق النار ونكملوا الوصفه ديالنا. الان مشاهدينا الكرام، بعد ما درنا الزيت غادي تسخن لينا، غادي ناخذ واحد البانيو على هذا الشكل هذا. بسم الله. غادي نفقصوا فيه هاد جوج بويضات ديالنا. بسم الله. فوالا على هاد الطريقه هادي. ثم غادي ناخذ واحد الفرشيطه بحال هكا، غادي نطربوهم مزيان بهذا الشكل بحال غنديروا اومليت. نخلطوهم مزيان على هذا الشكل هذا. جميل جدا. اذا كي كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام، البيض ديالنا هو جاهز، غادي نحطوه جانبا. غادي ناخذ اناء اخر على هذا الشكل، غادي نوضعوا فيه الكالامار ديالنا على هذه الطريقه هذه. فوالا تري بيان. الان غادي نضيفوا كاع العطريه اللي عندنا عليه، فلفله حمراء، سكينجبير، الملحه، البزار، الثومه. وغادي نبداو نخلطو مزيان. غناخذوا شي معلقه، غادي نبداو نخلطوا كل العناصر جيدا على هذا الشكل هذا باش يشرب لينا التشرميله ديالنا. كي كتلاحظوا معنا ملي كنسريو التشرميل ديالو كيصبح لينا على هذا الشكل هذا جميل جدا. الان ملي سالينا غادي نقوموا بالتفنيد ديالهم في الدقيق اولا، ثم البيض ثانيا، ثم لا شابلوغ ثالثا. دونك على بركه الله غادي ناخذوا الكالامار ديالنا، غادي نحطوه على هذا الشكل. ناخذو غير شويه بشويه، ما ناخذوش كلشي في دقه. دابا نخدموا هادو بحال هكا. دونك نحاولوا نفندوهم مزيان في الدقيق. تلاحظوا معنا على هذا الشكل كتفندوا لينا. حاولوا هكا نغطيوهم بالدقيق، عاود نقطروهم منه، فهمتوني؟ حتى يبقى لاصق فيه بوحدو. كتلاحظوا معنا هذا الشكل اللي صوبناها، نحطوها في البيض على هذا الشكل. هانتوما لاحظوا معايا على هذا الشكل هذا. دائما غطيوه مزيان، عاد قطروهم وحطوه في البيض. عاود في المرحله د البيض عاود خذوا معلقه واحده اخرى خاصه بالبيض، قوموا بقلبهم على الشكل هذا حتى يشربوا لنا داك البيض مزيان. كتلاحظوا معنا على هذا الشكل. مور البيض مباشره غادي نقطروهم منه على الشكل، وغادي نحطوهم في لا شابيوغ باش يتفندوا لينا. نفس الشيء كنغطيوهم بلا شابلوغ بحال هكا، كنشدوهم كنقطروهم مزيان. تلاحظوا معنا نقرب لكم الكاميرا ديال لا شابلوغ، ما شداش ما وصلاش. فوالا بحال هكا كتلاحظوا معنا. ملي كنهزو من البيض كنغطيوهم بحال هكا، من بعد كنقطروهم بحال هذا التشكيل هذا. ناخذوا طيار وكنحطوهم على هذا الشكل باش ان شاء الله مباشره دابا غادي يمشيو للقلي. كي كتلاحظوا معنا هادو هما الكالامار ديالنا، غادي نلوحوه بحال هكا. هذا هو السر ديال التقرميشه اللي كتجي مقرمشه بحال المطاعم ديال الحوت. اذا غادي نكمل الكالامار ديالي كامل وغادي نمر باش نقليه. خليكم معنا. اذا مشاهدينا الكرام، كي كتلاحظوا معنا بعد ما انتهينا من اعداد الكالامار ديالنا على هذا الشكل، الان الزيت ديالنا راه سخنات. على بركه الله غادي نبداو باش نحطوا الكالامار ديالنا على هذا الشكل هذا. حاولوا ما نوضعوش كلشي بدقه واحده
نوضعو شوية بشوية ونجبلوهم بالقليب. كتلاحظو معنا دغيا كيتحمرو لينا. صافي مباشرة نحيدوهم على هاد الشكل هذا. كيتحمرو لينا. راهم كيتحمرو بسرعة كتلاحظو معنا. إذا غادي نستمرو بقلي كل الكراميل ديالنا ونلتقي بعد قليل. إذا مشاهدينا الكرام كي كتلاحظوا معنا بعد ما كنتهيو من قليه بسرعة، راه وصفة سهلة جدا. كتلاحظوا معنا دغيا كيتحمر لينا وكيتقرمش لينا. كتلاحظوا مع على هذا الشكل هذا. كنقدموا واحد شويه ديال الكاتشوب، كنوضعوا شويه ديال المعدنوس الوجه ديالها، كتعطي واحد البنه غزاله. كتلاحظوا معنا ها الكالامار مقلي ديالنا هو واجد، كيجي رائع جدا. ما كرهتش نذوق شي وحيده كومسا نقول لكم كيفاش جا. بسم الله، نشوفوا هذه صغيره. بسم الله، نديروا شويه الكاتشوب. بسم الله. رائع جدا الصراحه، رائع. مشاهدينا الكرام حق الله العظيم زعما الصراحه غزال بزاف. ان شاء الله ضروري تجربوها. راه وصفه فنه بزاف. هذاك الترميله اللي درنا عليه راه واعر بزاف، كيجي بحال ديال مطاعم الحوت، سواء الغاليين سواء الشعبيين، راه كاملين عندهم كلامه واحد مقرمش بحال هكا. كيجي غزال بزاف. فان شاء الله ضروري تجربوه. صحتكم راحتكم. اللي عجبتكم الوصفه ديروا لنا جيم، ديروا لنا كومونتير، بارطاجيو. اللي جديد في القناه مرحبا به، يدير لنا ابوني برك لتحت على ابوني. ومرحبا بكم بصحتكم وراحتكم، والى حلقه مقبله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.